سائق الأجرة مع عائلة الجن. كان عبد القادر سائق سيارة أجرة يعمل على خط بشار تندوف في أقصى الجنوب الجزائري. رجل بسيط يحب الطريق الطويلة وصفير الريح في الصحراء ورائحة الشاي عند الاستراحات الصغيرة المنتشرة بين الكثبان. لكن في ليلة هادئة من ليالي الصيف، حين كان القمر مكتملا، عاش عبد القادر أغرب رحلة في حياته، رحلة لم يستطع نسيانها ما دام حيا. كان يستعد للمبيت في محطة تندوف حين اقتربت منه عائلة غريبة الملامح، رجل في منتصف العمر وامرأة ترتدي ملحفة قديمة الطراز وطفلان صغيران صامتان تماما. قال الرجل بصوت هادئ مبحوح: يا أخي، هل يمكنك أن توصلنا إلى حاس خبي؟ سندفع لك الأجرة مضاعفة. لم يرفض عبد القادر، بل فرح في سره: زبائن محترمون، طريق طويلة، وأجرة مضاعفة، نعمة. وانطلقت السيارة تشق الصحراء في سكون الليل. لكن ما إن مضت ساعة حتى بدأ القلق يدب في قلبه. العائلة لا تتكلم أبدا، لا حركة، لا همس، حتى الأطفال لم يصدروا صوتا واحدا. حاول أن يفتح حديثا: هل تزورون أقاربكم هناك؟ فجاءه الرد بصوت بارد ميت: الحمد لله. ظل يقود بصمت ثقيل، لكن كلما نظر في المرآة الخلفية رأى شيئا غريبا. كان الركاب يبدلون أماكنهم، مرة يرى الطفل في المقعد الأمامي، ومرة في الخلف، ومرة لا يراه إطلاقا. ظن أن التعب يخدعه، لكنه كان يشعر ببرودة غير طبيعية تتسلل إلى عظامه رغم أن المكيف مطفأ. وبينما بدأ القمر يختفي خلف الغيوم، قال الرجل بصوت عميق: توقف هنا، بارك الله فيك. نظر عبد القادر حوله فوجد نفسه في منطقة خالية تماما، لا بيت ولا ضوء ولا حتى أثر طريق واضح. أوقف السيارة والتفت إليهم ليأخذ الأجرة، لكن المقاعد كانت فارغة، لم تفتح الأبواب، لم يسمع أي صوت، فقط رائحة غريبة كأنها بخور قديم، وصوت ريح همس قرب أذنه: جزاك الله خيرا يا عبد القادر. ارتجف جسده، دار المحرك بسرعة، وانطلق نحو بشار كالمجنون، لا يلتفت وراءه حتى بزغ الفجر. ولما دخل بيته رأته زوجته فزعة وقالت: ما بك؟ وجهك شاحب كأنك رأيت شبحا. قال وهو يرتجف: نقلت عائلة، لكنها لم تكن من البشر. منذ ذلك اليوم صار الناس في المنطقة ينادونه بعسائق الجن، وكان يحكي قصته لكل من يسأله، يضحك في نهايتها ويقول: حتى الجن أعجبهم أسلوبي في القيادة، لكنهم نسوا أن يدفعوا الأجرة. مع ذلك كلما مر عبد القادر ليلا قرب حاس خبي كان يبطئ السرعة ويغلق النوافذ، لأن البعض يقول إنهم رأوا سيارة أجرة بيضاء تتوقف هناك وحدها ثم تتحرك بعد لحظات من دون سائق.